إذاعة صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. صوت إريتريا الديمقراطية صوت من أجل إرساء قيم الحق والعدالة والديمقراطية في إريتريا. مستمعينا الأفاضل، والآن نترككم مع تقرير حول فعاليات اليوم الثاني من مهرجان إريتريا كاسل بستوكهولم للعام 2018. افتتح اليوم الثاني لمهرجان إريتريا كاسل الذي يعقد في ستوكهولم هذا العام تحت شعار السلام الوطني الضمانة لتحقيق السلام الإقليمي، بكلمة من اللجنة التحضيرية قدمها كل من المناضل نقاش عثمان وعبد الرحمن حاج علي. رحب المتحدثان بالحضور وتلايا قائمة فقرات برنامج اليوم، والتي تضمنت محاضرات حول السلام الوطني الإريتري وكلمات ممثلي التنظيمات السياسية والمدنية الإريترية وكلمات تضامنية لأحزاب من دول الإقليم. قدم المحاضرة الأولى الأستاذ زين العابدين شوكاي بعنوان السلام الوطني الإريتري، تأثير التعددية السياسية والاجتماعية والثقافية على السلم الأهلي، واستهل حديثه بضرورة تقديم طبيعة السلام الفردي ثم المجتمعي على أي سلام عابر للحدود. واستعرض المحاضر محطات تاريخية منذ الأربعينيات والخمسينيات تنادى فيها الإريتريون بالحلول السلمية التي لم تجد الآذان الصاغية من قبل المستعمر، واضطر معه اللجوء للوسيلة العسكرية لانتزاع حقوقه. كما تناولت ورقة الأستاذ زين شوكاي التعدد السياسي والثقافي والاجتماعي للشعب الإريتري، مشيرا إلى أن الإريتريين لم يستثمروا ذلك كثروة وطنية، على عكس ما استثمرها أعداء الخارج للإيقاع فيما بينه. واختتم حديثه بتقديم تحفظاته على عملية السلام الجارية بين الحكومة الإثيوبية ونظام إسياس، مع تأييده لضرورة السلام بين الشعبين، وعلل ذلك لعدم وجود شروط السلام الأساسية مثل العدالة وتبادل الاحترام، مشيرا إلى أنها قد تتوفر في إثيوبيا ولكنها بالتأكيد معدومة في إريتريا. وكانت المحاضرة الثانية للأستاذ ولدسلاسي عقبي تحت عنوان علاقة السلام الوطني بالسلام الإقليمي وطبيعة النظام الدكتاتوري. افتتح حديثه بمقولة لا مستحيل أمامنا كإريتريين لخلق سلام عادل إذا أردنا ذلك. وتركز حديث المحاضر حول عملية السلام الموقعة بين النظام الإريتري والحكومة الإثيوبية في ظل تغييب الشعب الإريتري، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق السلام دون تحقيق السلام الداخلي بيننا كإريتريين. وطالب الأستاذ ولدسلاسي الحكومة الإثيوبية بإعادة النظر في الخطوة التي اتخذتها، وعليها أن تدرك بأنها توقع اتفاقية مع نظام لا يستند إلى شرعية دستورية
لما سيترتب على ذلك من سلبيات في علاقات البلدين والشعبين على المدى البعيد. وعقب ذلك منحت الفرصة لأصدقاء الشعب الإريتري من السويد، وهما كريستينا بيورك وبو بيلفيستام، اللذين عبرا عن سعادتهما لمشاركتهما في مهرجان كاسل هذا العام، وتحدثا عن تجاربهما السابقة في إريتريا في عهد الثورة والدولة واحتكاكهما بمناضلين من جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية ومن التنظيمات الإريترية الأخرى، وعبرا عن تمنياتهما بتحقيق الأهداف التي يناضل من أجلها الشعب الإريتري وقواه الوطنية، وأن يتحقق السلام العادل في إريتريا. هذا وتم تكريم الضيفين بالإضافة لزميلهما الثالث الدكتور رولف ساندو أستروم، حيث سلمها لهما رئيس الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية الدكتور يوسف برهانو. ثم بدأت كلمات الضيوف المشاركة من مختلف التنظيمات الإريترية السياسية والمدنية، وهي كلمة باسم الرعيل الأول قدمها الأستاذ صالح حيوتي، ثم كلمة الوحدة الإريترية للتغيير الديمقراطي ألقاها رئيسها المناضل يوهانس أسملاش، فكلمة حزب الشعب الديمقراطي الإريتري والتي ألقاها المناضل رزناف سهاسين، فكلمة المؤتمر الوطني لعفر إريتريا ألقاها المناضل نور أحمد، ثم كلمة جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية حدري ألقاها رئيسها المناضل كفلزجي جبرمدهن، فكلمة حزب المؤتمر السوداني ألقاها ممثلها في السويد الأخ علي حمد النيل، ثم كلمة اتحاد الشباب الإريتري للتغيير الديمقراطي ألقاها الأخ فسهاي حجوس، ثم كلمة رابطة أبناء المنخفضات الإريترية ألقتها الأخت عائشة موسى قعص، وأخيرا كلمة الاتحاد الإريتري من أجل العدالة. كما ألقى المناضل الدكتور يوسف برهانو كلمة أشاد فيها بالتنظيمات التي أقامت بشكل مشترك هذا المهرجان التاريخي، وشكر اللجنة التحضيرية للجهود الكبيرة التي بذلتها لإنجاح المهرجان، وأشار في كلمته إلى أهمية العمل المشترك بين قوى التغيير الديمقراطي، مسجلا تقديره الكبير للرؤساء أعضاء قيادات التنظيمات السياسية الشقيقة، معبرا عن أمله في أن نتولى معا الإعداد للمهرجان القادم في وطننا. وتلا ذلك محاضرة البروفيسور محمد أبو سبيب حول المشاريع التنموية وأثرها على السلام الإقليمي، تناولت بشكل مفصل الاتفاقيات التي وقعتها دول حوض النيل على مر التاريخ، والتي رأى أنها لم تأخذ في الاعتبار مصالح شعوب تلك المنطقة بل مصالح الدول الاستعمارية أو الأنظمة الدكتاتورية الحاكمة. ثم محاضرة الأستاذ موسى إفريم حول الشروط الضرورية للسلام المستدام في القرن الإفريقي، واختتمت الأمسية ببرنامج فني وغنائي لعدد من كبار المطربين والعازفين الإريتريين.
هذا وسيختتم المهرجان فعالياته يوم الأحد 22 من يوليو الجاري بورشة عمل لتقييم التطورات الجارية في منطقتنا، ثم سيلي ذلك تأبين المناضل الشهيد جزائي كيداني عضو الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. من آهات اليتامى وأنين الجياد، من آهات اليتامى وأنين الجياد، بالشيخ بالطفل يحتضن الضياء، بالثوب المرقع وكل ما نملك من متاع إريتريا إلى اللغاء. صامدون ما ركعنا يوما ولن نركع، صامدون ما ركعنا يوما ولن نركع، سائرون على الدرب أقسمنا بأن نرجع، سائرون على الدرب أقسمنا بأن نرجع، بالسيف بالمسحف بالمدفع، بالسيف بالمسحف بالمدفع، إلى الأم إلى التراب، إلى الأم إلى التراب المخضب بالدم، أقسمنا بأن نرجع. من آهات اليتامى وأنين الجياد، أقسمنا بأن نرجع، أقسمنا بأن نرجع، بالشيخ بالطفل يحتضن الضياء، أقسمنا بأن نرجع، أقسمنا بأن نرجع، بالثوب المرقع وكل ما نملك من متاع، أقسمنا بأن نرجع، أقسمنا بأن نرجع، إلى الغد المكحل بالشعاع، أقسمنا بأن نرجع. صامدون ما ركعنا يوما ولن نركع، صامدون ما ركعنا يوما ولن نركع، سائرون على الدرب
أقسمنا بأن نرجع سائرون على الدرب أقسمنا بأن نرجع بالسيف بالمصحف بالمدفع بالسيف بالمصحف بالمدفع إلى الأم إلى التراب إلى الأم إلى التراب المخضب بالدم أقسمنا بأن نرجع بأشواق الديار وحنين الفراق أقسمنا بأن نرجع أقسمنا بأن نرجع بدموع الحبايب المكبلين بالأحزان أقسمنا بأن نرجع أقسمنا بأن نرجع بدماء الشهداء صانعة غدنا الوضاء أقسمنا بأن نرجع أقسمنا بأن نرجع إليك يا إريتريا إلى اللقاء أقسمنا بأن نرجع صامدون ما ركعنا يوم ولن نركع صامدون ما ركعنا يوم ولن نركع سائرون على الدرب أقسمنا بأن نرجع سائرون على الدرب أقسمنا بأن نرجع بالسيف بالمصحف بالمدفع بالسيف بالمصحف بالمدفع إلى الأم التراب إلى الأم التراب المخضرب بالدم أقسمنا بأن نرجع 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 أقسمنا بأن نرجع. هنا صوت إريتريا الديمقراطية صوت إريتريا الديمقراطية صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية صوت إريتريا الديمقراطية صوت من أجل إرساء قيم الحق والعدالة والديمقراطية في إريتريا صوت إريتريا الديمقراطية صوت من لا صوت لهم من المكبلين والمكممة أفواههم من الأبطال القابعين في غياهب السجون في باطن الأرض وخارجها صوت يعبر عن آهات ومعاناة المواطنين المحرومين من العدالة صوت يعبر عن آمالهم وتطلعاتهم في مستقبل مشرق صوت إريتريا الديمقراطية صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. الأخوة والأخوات المستمعين، أسعد الله مساءكم جميعا من مقر فعاليات المهرجان رقم 33 في مدينة ستوكهولم، مهرجان كاسل. نحييكم ونحيي كذلك الأخت المناضلة القنيش من ضمن حضور
هذا اللقاء وهذا المهرجان الذي له مذاق خاص، وخاصة عاد إلى اسكندنافيا بعد غياب طويل من ألمانيا. فانتهازا لهذه الفرصة طبعا قمنا بعملية جمع بعد الانطباعات، وبدأنا بالمناضلة القنيش. أولا نحييها وأعطي لها الكلمة في البداية إن تعرف نفسها بحضرات المستمعين والمستمعات الكرام. الكلمة لك القنيش. السلام عليكم، اسمي القانيش قرز قهر، مناضلة في جبهة التحرير. التحقت في 1975 ونادلت لحد ما الجبهة دخلت السودان، ومنذ أنا أنادل لحد الآن عشان نطلع عدو الشعب من بلدنا، وتحرير كامل لوطننا وحرية والديمقراطية لشعبنا. لا شك طبعا معروف عنك الأخت السيدة القنيش، وأنت غنية عن التعريف من أسرة مناضلة، وكذلك زوجة المناضل الكبير والمعلم والمربي الأستاذ المناضل إبراهيم قدم. طبعا نضالاتك غنية عن التعريف بصراحة، وهو كل ما أردته الآن هو أن تدينا انطباعك عن هذا المهرجان، والذي طبعا سبق وقلت عنه قد عاد إلى اسكندنافيا بعد غياب طويل. والله انطباعي نحن نرحب بالمهرجان عشان يكون في اسكندنافيا، لأنه تغيير المكان يمكن يكون لأحسن. وبالنسبة للمرحلة هذه المرحلة الحساسة والعويسة، نحن منظمات الإنسانية ولا منظمات الأحزاب المعارضة كله مع بعض. أيوة نعم. مع بعض كنا عشان نحيي هذا المهرجان ويطلع بصورة مشرفة جدا. نعم. أيوة. نعم عشان كده الواحد مفتخر أنا واحدة من عشان منظمات وعشان ينجح هنا ننادل. نعم. شكرا لك الأخت القنيش. طبعا فعلا أنت زي ما قلتي يميز هذا المهرجان هذه المرة إن المهرجان قامته عدة تنظيمات سياسية وكذلك منظمات المجتمع المدني، وفيه مشاركة حافلة من الأخوات والأبناء والبنات كمان. يعني الحضور النسوي كان فعلا مشرف مقارنة بالفعاليات الأخرى غير فعاليات المهرجانات. أشكرك مرة ثانية، ونتمنى لك إن شاء الله برضو لسه قضاء معنا وقت سعيد بالمهرجان، وشكرا. سلام، أنا كاب دمس ديمقراطية إرترا لو معلتي لو منت مالنا بزي فيستيفال رأي كاني رمو مساخة قرب كم زنبرة كت ميزانكا رأيتوها كمي رغيب كاز فيستيفال كبليلي. أنا الأزار حقو سبحال أب ستوكولم من زقمت مالتيو أب زي أنصار زي ديكتاتورا وسرعات كأب كل جزية ننقص مالتيو أبز وانز بفلاي أب ستوكولم مقبارو ناي جنبار هاجراود إحنا فستيفال أبز مقبار مستدليتات زبي مسي أب كرنافيك أز مصدر لوطي مواسي كويننا ብዙሓት ክኢላታትን ዝተሳተፉ ስለዝኾነ ናበይ ከመይ ክንገብር ከም ዘለና ህን ዘብል ከም ዝነበረ ተዓዚበ ኣለኹ ማለት እዩ እሞ ይደገም ዶ ትብል وكل ግዜ ምትእኽኻብ ምዝታይ ክህሉ ዘለዎ እዩ እኳ ደኣ ዓመት ዝግበር ይነውሕ እዩ ስለዚ ተኽእሎን ዓቕምን ተሊ ኮይኑ ሓቢርካ ኮፍ ምባል ምዝታይ ረብሓ ኣለዎ ተተደግመውን ዝበለፀ እዩ يقنيلي ገንዘብካ جابر ياسين آدم عضو جبهة الإنقاذ
ما يحتاج كل واحد اللي يسمعني هنا ممكن من الزملاء يعرفوا أنا جابر كنت في مختلف المواقع في التنظيم، فالآن في عضو في لجنة الفرع. فهذا المهرجان تقريبا انطباعي تقريبا مهرجان كان بالنسبة معنا نحن المهرجان هذا 33 سنة كنا قاعد نقول في 33 سنة اللي حدثت الحوادث والعواصف وهذا كلها لها يعني محطاتها، وفي كل محطة طبعا فيها إيجابياتها وسلبياتها يعني. فحاليا تقريبا نحن موجودين في اسكندنافيا وفي مدينة ستوكهولم. فبالنسبة كان المهرجان إذا شفنا بعدد المشاركين مش بمستوى اللي كنا ننتظره، لكن المحاضرات والموضوعية بموضوع الجاري الآن من المختلف التنظيمات ومختلف المثقفين وإلى آخره. الموضوع طبعا موضوع اليوم في أي وضع إريتريا، هذا الموضوع هذا كان النقاش طويل بمختلف زواياته، ناس تناقشوا قاعد، وإن شاء الله الخلاصة حتكون إن شاء الله بكرة كمان عندنا لقاء ثاني وورشة عمل ثاني، فإن شاء الله نطلع بشيء يعني يرضي شعبنا وعلى حسب اسم حقنا توقعاتنا حيكون أفضل نتائج إن شاء الله ورشة العمل لما نحن نقيم كل الحدثات اللي كانت، فبخلاصة طيبة إن شاء الله عشان يطلع ونتمنى ان شاء الله. اخي جابر والله انا اشكرك انك اديتنا من وقتك، وفعلا زي ما قلت يعني دائما لمساتك موجوده في اي عمل نضالي والراي والاستطلاع، ونتمنى نلتقيك في مناسبه اخرى. وشكرا لكم اعزائنا، والى اللقاء مع مستطلع اخر. راديو صوت إريتريا الديمقراطية. نتخبرنا زدفره نمننتنا زحسره نولدنا زدقره نفسنا وأزهلقه ريس أنا لزعاقده أجل عندي إزحلده تأمن مدري بدحديم بدأنا زقبله أنا أسديدو نبرح عدي بعلم ما أسعدهم نزحات ولدي نتفقات ما زحلم ويزحلقي حاسس حلاكت عطرني حقي يزنح لي نبلح اجي وردو كاب نقو نسرح عبد حدا علامنا كابون نفتحي انتايدا امثو ودباتنا صحي عبزي ربي عين باتكيري مسمنا لحزن كلاتنا زماكر بسكم زي المحدر انترفو بقوام زي فلت عشايزو زحل من ستان يسنا حلاي نبل يسنا حلاي يسنا حلاي نبل أقول كزانا نيوز بدل أتا حزبي تور بعد عالي فتاوت زلعين شعل قاتلني التايدا أرمي زي كم نايت مالي مسارحي تخون نايس متالي يسنا حلاي نبل يسنا حلاي يسنا حلاي نبل لو مسكبنا نقبل
خملس الرأي عين الدكاس تبكسنا علينا في الياترنا مساخي عشنا عبينا باريرنا خبرنا زد أفره مننتنا زحسره نولدنا زد أقوله نفسنا وأزهلقه رئيس أنا نزعقده أجل أني أزحنده تأمن مدري بدحديم بدأنا زقبله أنا أسديدو نبرح عدي بعلم ما أسعدهم نزحات ولدي نتفقاتنا زحالم ويزحلقني حاسس حلاكت عطرني حقي يسمح لي نبل حج نوردو كاب نكون سرح عبد حدا علامنا كابون نفتحي انتاي دا امطئو ودباتنا صحي عبزي ربي عين بطنكيري مسمنا لحزن كلاتنا زماكل بسكم زي المحدر انترفو بقوام زي فلت عشايرو زحل من الستان يسنا حلاي نبل يسنا حلاي يسنا حلاي نبل أقول كزانا نزبدل أتا حزبي دور بعد عالي فتاوت تلعين شعل قاتللي التايدا ألمي زي كم نايت مالي مسارحي تخون نايس متالي يسنا حلاي نبل يسنا حلاي يسنا حلاي نبل لو مسكبنا نقبل. إلى هنا مستمعينا الأفاضل نأتي بكم إلى ختام بثنا لهذا اليوم. دمتم في أمان الله. صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية.